السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد لي ميني كيك معمولين بالكرناج، بصراحة اللي كيجيو لذاذ ومكونات جد ساهلة. قبل ما نعطيكم المقادير كنرحب دائما بالناس اللي معايا في القناة، وكنرحب دائما بالناس الجدد واللي اول مرة كيشوف القناة ديالي. ما ننساش تابوناو وفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وباش تشجعوني باش نزيد ننزل مزيد من الوصفات معكم. واخا ما كنلقاش واحد التفاعل، يعني فضلا منكم نتمنى ما تنسونيش من البارطاج واللي لايك ديالكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال هاد الميني كيك، بصراحه هاد الكيك كيجيو ساهلين وكيجيو لذاذ، يعني ممكن نحضرهم في اي وقيته بغينا. اول حاجه كنحتاج جوج بيضات اللي خرجناهم قبل من الثلاجه، جوج بيضات. غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده، كاس تقريبا ديال العنبه ما عمرتوش كامل. غادي نضيف واحد رشيشه ملحه، غير تبعوا معايا مرحله بمرحله. بصراحه هاد الميني كيك كيجيو لذاذ، يعني المكونات ديالهم متوفرين عندنا في كل بيت. صافي هنا غادي نضيف واحد رشيشه الملحه باش نصحوا الذوق. غادي نحتاج غير الطراب اليدوي، ما غاديش نستعمل الطراب الكهربائي. صافي غادي نخدم داك البيض مع رشيشه الملحه، وغادي نضيف كاس ديال السكر سنيده باش داك البيض يندمج ليا مع السكر. صافي هنا غادي نضيف كما شفتوا رشيشه الملحه. صافي هنا غادي نخدم داك البيض مع الملحه، غير تبعوا معايا مرحله بمرحله. بعد ما خدمنا شويه البيض مع رشيشه الملحه، كنضيف كاس سكر سنيده اللي عبرته بكاس العنبه. كما قلت لكم تقريبا كاس عامر، يعني كيبقى الذوق على حسب الاختيار، ولكن كاس ديال العنبه ما نفوتوش على حسب هاد المكونات. اللي بغى بالنسبه للميني كيك خرجوا لي كميه كثيره يضاعف المقادير. صافي هنا كنبدا نخدم السكر السنيده مع داك البيض. صافي غادي نضيف المكونات اللي غادي نذكر معكم، وغادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف. صافي هنا كنخدم مزيان داك البيض ديالي، كنعاود نضربو مزيان. صافي هنا من بعد ما ضربنا البيض مع رشيشه الملحه مع كاس ديال السكر سنيده، غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. غادي نخلط ديك الزيت مع السكر مع البيض، يعني ما نكثروش الزيت باش ما تجيناش لي ميني كيك مزيت. صافي هنا كنضيف تقريبا واحد كاس الا ربع ديال الحليب، يعني ما نعمروش كاس كامل، غير كاس الا ربع. صافي هنا كنبدا نخلط هاد المكونات. صافي وغادي نضيف دانون بنكهه الفاني، ما غاديش نضيف دانون كامل، غادي نضيف غير النصف ديالو. صافي هنا كنضيف نصف دانون بنكهه الفاني. صافي غادي نخلط هاد المكونات ديالي. صافي وغادي نجيب الدقيق والخميره. بالنسبه للدقيق كنحتاج واحد ربعه ديال الدقيق، 250 غرام ديال الدقيق مع جوج خمارات ما يعادل 16 غرام، كل خماره 8 غرام. صافي هنا كنبدا نعاود نخلط المكونات ديالي. صافي وغادي نجيب الدقيق، غادي نغربل ضروري الدقيق باش لي ميني كيك ديالنا ما يجيوش محبين.
هنايا من بعد ما وضعت 250 غرام ديال الدقيق وقلبتها وضفت عليه واحد 2 خمارات ما يعادل 16 غرام. صافي كنبدا نخلط القوام ديال الكيك ديالي من التحت للفوق باش ما يبقاش محبب ليا داك الدقيق. صافي كنبدا نخلطو مزيان. كما كتشوفوا القوام ديال الكيك ما كيجيش ثقيل وما كيجيش خفيف، هانتوما كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. ملي كنديرو 8 يعني كتبقى يعني باينه لنا في القوام ديال الكيك. هنا صافي كنشوفوا ان الكيك صافي شاد راسو، يعني ما خفيف ما ثقيل. صافي هنا غادي نجيب ليمون ديالي، انا خديت هاد ليمون على هاد الشكل. يعني ممكن اي ليمون عندكم، ماشي بالضروره هاد الليمون. انا دهنتهم بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق. صافي غادي نبدا نوضع في كل مول واحد الكميه. ما نعمروش ليمون ديالنا بالقوام ديال الكيك باش ما يجيوش ليمون ديال باش ما يجيوش لي ميني كيك فايضين. صافي هنا كنعاود نخلط القوام ديال الكيك. غادي نوضع في كل مول واحد الكميه، يعني النصف. وغادي من بعد ما غادي نعمرهم غادي ندخلهم للفرن، وعاد غادي من بعد ما غادي يوجدوا لنا غادي نحضروا الكناج اللي غادي نعمروا بهم لي ميني كيك ديالنا. صافي هنا كما كتشوفوا خلطت القوام ديال الكيك وغادي نبدا نخوي في كل وحيده واحد الجزء، يعني النصف ديال القوام ديال الكيك. المهم غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي ندخلهم الفرن راه بارد على درجه 160 درجه، يطيبوا من التحت عاد نشعلوا عليهم من الفوق. غادي ياخذوا ليا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنا راه هما في الفرن. صافي هنا غادي نحضر الكرناج. بالنسبه للكرناج عندي واحد كاس ديال الحليب، عندي واحد نص كاس تقريبا ديال السكر سنيده، معلقه ونص ديال بودر كاكاو المر، عندي واحد معلقه صغيره ديال المايزينا. ومن بعد غادي نضيف الشكلاط. صافي هنا وضعتهم على نار متوسطه. صافي من بعد ضفت ليهم تقريبا واحد 50 غرام ديال الشكلاط الاسود. صافي غادي نخلي الكناج على جنب. صافي هنا من بعد ما عمرتهم، هنا تمسح ليا المقطع ديال منين عمرت من بعد ما خرجتهم من الفرن. كما كتشوفوا عمرتهم بالكناج وهادو زوقتهم كذلك بالكناج. هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك اللي شاركت معكم. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتشجيع وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده وباش تشجعوني باش نزيد نزل المزيد من الوصفات ان شاء الله معكم. انا غادي نقطع معكم وحده عن قرب باش تشوفوا كيفاش كيجي بصراحه الميني كيك خفيف وكيجي معلك بداك الكناج. نتمنى تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا نهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.